لو قدرت تشوف حياتك كلها من البداية للنهاية، هل هتغير أي حاجة؟ 12 سفينة فضائية بتظهر في أماكن مختلفة حوالين العالم. السفن دي مش بتهاجم ومش بتتواصل، هي بس موجودة. دكتور لويز واللي بتشتغل عالمة لغويات الجيش بيقرر إنه يستعين بيها هي وعالم فيزياء اسمه إيان علشان يحاولوا يتواصلوا مع الكائنات دي واللي اتسمت الهيبتابودز لأن عندهم 7 رجول. دكتور لويز اكتشفت إن لغة الفضائيين مش مجرد أصوات وخلاص، دي عبارة عن دواير معقدة من الحبر. أهم حاجة بتميزها إنها مش خطية، الجملة بتظهر كلها في نفس اللحظة، مفيش بداية ونهاية للسطر. في فرضية اسمها سفير وولف واللي بتقول إن اللغة اللي احنا بنتكلمها بتحدد طريقة إدراكنا للعالم. وبما إن لغة الفضائيين مش زمنية، فدماغ دكتور لويز بدأت تتغير وتشوف العالم زيهم. ولما سألتهم عن غرضهم كان الرد كلمة اتفهمت على إنها سلاح، وده كان كافي إنه يدمر البشرية، لولا إن لويز كانت شاكة إن الكلمة دي ممكن يكون معناها أداة مش سلاح. طول الفيلم بنشوف فلاش باك للويز مع بنتها واللي ماتت بسبب السرطان وهي صغيرة، بس الحقيقة إن ده مش فلاش باك، ده فلاش فورورد. لأن لويز لما بدأت تتقن لغة الفضائيين دماغها اتبرمجت إنها تشوف الزمن كحلقة واحدة مش خط مستقيم. فهي شافت بنتها اللي لسه ما اتولدتش وعرفت إنها هتموت وهي صغيرة، وعرفت كمان إن الفضائيين جم علشان يدوا البشر لغتهم كأداة علشان يساعدوهم بعد 3000 سنة. هنا لويس سألت نفسها سؤال وجودي، لو قدرت تشوف حياتك كلها من البداية للنهاية، هل هتغير أي حاجة؟ بس لويز اختارت إنها تعيش مع إيان وتخلف بنتها اللي هي عارفة إنها هتموت وهي صغيرة، وعارفة كمان إن إيان هيسيبها لما يكتشف إن هي كانت عارفة إن بنتها هتموت ومع ذلك اختارت إنها تخلفها. لويز اختارت الحب واللحظات الجميلة بالرغم إن الثمن اللي هتدفعه هو الوجع والفقد، وقبلت القدر بكل وجعه. فيلم الرايفل فيلم عن الوقت، اللغة، الحب والقدر. فيلم هيغير طريقة تفكيرك ونظرتك للعالم، فلو لسه ما شفتوش أنصحك تشوفه في أقرب وقت.